هو الكاوكاو من بعد ما طحناه انا ما نيلتوش مزيان باش يبقى خليته هكا شويه باش يشد المضغه ما يجيش. بغيتي تنيليه كاع بمره تقدري تنيليه. هنا غادي نحتاجو ساشيه ديال الزهر ديال الحلويات خاصه بزهره البرتقال او ديال الزهر ولا كنقولوا لها. غادي ندير ساشيه وحيده. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للزهر الاحسن ما ديريش حيت كينشف، ولا ديري رشيشه واحد قطيرات. انا ما غاديش نديرو، ولا درت غادي ندير قطيره انايا باش ما ينشفش ليا العجينه ديال الكاوكاو. هنا غادي نخدمو هاد المقادير ديالنا. حكا نسيت ندير واحد الطريقه ديال القرفه مطحونه، واحد رويز ديال نص معلقه كيعطي واحد لوغو زوين. فوالا وغادي نخدمو. انا خدمت بيدي كندخلو المكونات في بعضياتها مزيان. فوالا هنا كناخدو الكونتيتي اللي بغينا على حساب البريوش، بغيناهم كبار ولا صغار كناخدو هكا كنكوروهم شكل كويرات باش من بعد ما نوجدو الورقه ديالنا يكون عندنا هادو الكرات موجودين. فوالا كنديروهم تقريبا تقاده وحده. اللي عندها الميزان ديال العبار تعبرهم، اللي ما عندهاش دير عينها ميزانها هكا كويرات ما كبار ما صغار بهذا الحجم هذا. فوالا هنايا غادي ناخدو الورقه ديالنا. هنا عندنا الورقه الكبيره نعطي المقص نقطعو هاد الجوانب هادو. فوالا واحد 2 صباع ولا 3 باش نديرو البريوات صغار. ولا نقطعوهم. فوالا كنقطعوهم بهذا الشكل. كنديرو هذه اللي كتبري كنديروها من التحت هي الفاس. كناخدو الكره ديالنا كنحطوها هنا كنضغطو عليها بحال هكا. كنجيبو هاد الجنب حتى هو كنضغطو عليه كنبقاو هكا كنروليو فيها هاد الشكل. ما كنرخفوهاش بزاف وما كنزيروهاش بزاف.
هاد الطرف اللي بقى هنايا كيكون عندنا طحين كنخلطوه مع الماء. فوالا حتى كيولي بهذا الشكل، وكنجيبو داك الطريف كندهنوه. فوالا البرايو ديالنا كنكملو على بحال هاد الطريقه هادي. نصايب معكم واحده اخرى ونكمل. صايب معكم هاد الثانيه كيف قلنا، هذه اللي كتبري، الجهه اللي كتبري كنديروها من الاسفل. كناخدو كره ديال عجينه الكاوكاو، كنجيبو هاد الجهه هادي كنضغطوها، كنتنيو هاد الجهه هادي حتى هي كنضغطوها وكنتنيو وكنبقاو غاديين بحال هكا. كنوصلو لهاد الاخرى كندهنوها طحين. عفوا قويت نقص شويه. كندهنوها فوالا. اللي خرجت لكم من هنايا حتى انا ما غيرتهاش في الراس. فوالا نكمل ونرجع. فوالا من بعد ما ساليت كملتهم كاملين. غادي نخليهم يباتوا ليله كامله، ولا ما كانش عندكم الوقت تقدروا ديروهم في الكونجيلاتور واحد ساعتين هكاك يشدوا راسهم واحد شويه وتقليهم ديريكت في الزيت. وهنا غادي ندوزو باش نحضروا العسل ديالنا. كنحتاجوا السكر، القالب كناخذوا تقريبا قالب كامل، ونحتاجوا الحامض. انا عندي الحامض ديجا كنديرها في كونجيلاتور باش كيبقى عندي ديما على الشهر كامل. كنحتاجوا عويده القرفه، وكنحتاجوا انا غادي نسم هنايا بواحد شويه ديال الباديانه غادي نرميها في الاخر. كنديروا السكر في الكوكوط اولا في الكاسرون اللي غادي نطيبوا فيها. كنديروا عليها الا درنا قاد السكر كنديروا ايطرو ديال الماء، صافي. هنا كنخليوه على هافيه مهيله، كنقصوا عليه البوط مزيان، وكنبقاو ملي كيبدا يذوب داك السكر مره كنحركوه. انا عاد غادي نرمي الباديانه، ما كنجهدوش عليه البوطه حيت الا جهدنا عليه البوطه غادي تحرق لينا. كنخليوه في عافيه مهيله شميعه. فوالا هنا دابا دازت عليه ساعه، مازال غادي نخليوه حتى يبدا يعقد. دابا مازال ما وجدش. دابا دازت تقريبا واحد ساعه ونص. فوالا كيبدا يتكراميليزا معنا هاد الحامض، كياخد هاد اللون الكراميل، كياخد هاد اللون هذا برونزي هكا. ما نخليوش يتحرق بزاف باش كنعرفوا العسل اللي وجد عندنا. كناخذوا هنايا واحد شويه كنديروه في الثلاجه ولا كنخليوه يبرد. فوالا باش نتيستيوه. صافي دابا راه واجد. انا بغيتو خفيف شويه. فوالا غادي نطفيو عليه دابا.
فوالا العسل ديالنا من بعد ما دازت ساعتين قل شي حاجه، واحد الساعه و40 دقيقه تقريبا بحال هكاك. فوالا كنحصلوا على هذا العسل بحال هكا ثقيل، ولكن الا بغيتي تخدمي به بحال مثلا انا نخدم به البريوات غادي نديرو على النار واحد شويه كيبدا يخفاف باش ما تهزوش ليا البريوه كامل. هنايا غادي ندوزو باش نقليو البريوه ديالنا. كناخذوا المقله اللي غادي نقليو فيها، من الاحسن تكون كبيره باش تهز لينا الكونتيتي كامله، وكنديروا الزيت كونتيتي كثيره باش تغرق فيها البريوه، وكنخليو الزيت حتى كتحمى مزيان حتى كتسخن، عاد كنبداو نرميو البريوه ديالنا. هنا انا كنوريكم بريوه بعد ما باتت كتنشف هكا، كتجي ناشفه باش ما كتحلش معايا ملي كنكون كنقليها، كتجي هكا زوينه، كتكون نشفات مزيان. كنغطيوها وكنبيتوها هكا في الفران طافي ولا في بلاكار. فوالا سخنات معنا الزيت، نبداو نرميو. كنقلبوهم على عجين هيله. صافي من بعد غير بداو هكا يقصحوا شويه وبداو يذهبوا بحال هكا، صافي كنحيدوهم. والعسل كيكون عندنا لما كنجمد لينا كنديروا شويه فوق البوطه حتى كيولي بحال هكا باش ما يهشش لينا بزاف البرايوات. صافي دابا غادي نهزوهم ونحطوهم في شي صفاي بحال هكا صفاو. صافي من بعد كنديروا الثانيه التقله الاخرى كنديروها في العسل، كنخليوها كنطفيوها فيه. جو بنان بصراحه.